هنعمل مع بعض النهارده تشكيله حلويات شرقي. شايفين ما شاء الله شكلها، وهنشوف مع بعض. عاملين العزازيه سهله خالص وموجوده في كل بيت. الله العزازيه ده نعمله مع بعض في الفيديو النهارده. نعمل مع بعض الكنافه البورمه ان شاء الله. لسه لنا فيديو تكمله حلويات شرقي. شايفين ما شاء الله، سامعين كده؟ يلا نبدا نشوف عملناه ازاي. وقبل اي حاجه نسمي بالله ونصلي على حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد. يلا. ودلوقتي اول حاجه عشان نعمل الحلويات اللي هنعملها مع بعض هنجهز الشربات. انا حطيت 6 كوبايات من السكر، وهحط 3 كوبايات من الميه. دي 3 كوبايات من الميه. انا شايفين هحط نص كوبايه من عسل الجلوكوز، لو مش متوفر خلاص استغنى عنه. ودلوقتي بعد ما حطيت العسل الجلوكوز ولعت النار زي ما احنا شايفين كده. مش هقلب ولا هاجي يمه خالص لحد ما السكر اللي معايا يدوب. بعد ما سكر الشربات داب خالص وكنت متاكده ان هو داب، هعصر ليمونتين. انا عصرت نص ليمونه، هعصر كمان عصير ليمونه ونص. هنحوش منها البذر كده ونعصرها. الكريم اللي ظهر على الوش ده انا هشيله. ولحد دلوقتي انا ما حطيتش معلقه ولا اي حاجه في الشربات، ولا بقلبه ولا بيجي يم. انا بس بعد ما عصرت الليمون الريم اللي ظهر على الوش كده هشيله بس كده، واسيبه يغلي 5 دقايق ونرجع نشوف مع بعض ان شاء الله. دلوقتي اول حاجه هعملها في الحلويات هي الكنافه البرم. وعشان اعمل كنافه البرم هحتاج اي نوع مكسرات. اي نوع من المكسرات موجود عندك، حابه استعمليه. انا معايا فستق ولوز ومعايا زبادي. ممكن تستعملي زبادي، بس اي نوع مكسرات زي ما قلنا حابه تستعمليه. واحط عليهم بسم الله الرحمن الرحيم حوالي 2 معلقتين 3 من العسل الابيض، او ممكن الشربات اللي تقيل. الشربات اللي احنا بنعمله دلوقتي للحلويات ممكن تعمليه، بس انا كمان الشربات لسه على النار، فانا عاوزه انجز في الوقت، فهعمل بعسل ابيض، وانا موجود عندي عسل ابيض فعشان كده استعملته. اهم حاجه تكون كل المكسرات متغلفه كده بالعسل او بالشربات، عشان ده اللي بيخليها تتماسك. معايا الاسترتش الغذائي اللي انت بتستعمليه على طول، او ممكن لو مش موجود عندك ممكن يبقى اكياس ثلاجه بديل الاسترتش لاكياس الثلاجه عادي. وهنفردها كده وهنحط عليه. وانا مسحتها مسحه زيت الاول بس كانت الكاميرا فاصله كده زي ما احنا شايفين. بعد ما فردته كده بس انا لفيت الاسترتش بالعرض زي ما احنا شايفين كده. هلفه بورمه بالشكل، هلفه بالشكل ده. اهم حاجه ان انا الفه كويس بالشكل ده كده، واضغط من هنا كده عشان يبقى مقفول معايا كويس. انا اضغط عليه كويس عشان يطلع، لما يطلع معايا من الفريزر يبقى واخد الشكل المظبوط كده. كده زي ما احنا شايفين خلاص بقى جاهز معايا كده بالشكل ده. احطه في الفريزر بالظبط حوالي نص ساعه في الفريزر عشان يتماسك معايا بسرعه، وارجع اشتغل بيه ان شاء الله لحد ما احمر الكنافه. معايا الكنافه اللي هستعملها في الكنافه البرم. معايا الكنافه بالشكل ده. انا كنت حطيتها في الفريزر عشان تطلع معايا بالشكل ده. اول ما بتطلعها من الفريزر بتعرفي تكسريها بكل سهوله، او ممكن تحطها في الكبه، بس هي بين ايديك كده بتفركها بكل سهوله. في الوقت ده انت ممكن عندك اختيارين، ممكن تحطيها في صينيه وتحطي على وشها معلقتين من السمنه البلدي وتحمريها في الفرن، او ممكن على البوتاجاز، بس انا النهارده هستعملها على البوتاجاز زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. احط لها حوالي 3 معالق كده من السمنه البلدي. وطبعا الحلويات الشرقي يفضل ان هي تكون سمنه بلدي، او ممكن تبقى خليط بين السمنه البلدي والنباتين، بس طبعا ما يفضلش الزيت خالص. لو احتجت وانا بحمر هزود لها. مش هعمل اي حاجه على النار غير ان انا اقلب فيها لحد ما تتحمر معايا. دلوقتي بعد ما حمرنا الكنافه ومعانا الشربات، لازم في الخطوه دي يكون حاجه فيهم سخنه، اما الشربات يا اما الكنافه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضيف كده من الشربات بسم الله الرحمن كده زي ما احنا شايفين. ده المطلوب، ان انا اول ما احط الكنافه بين ايدي كده واضغط عليها تطلع معايا كده، انما لو مطلعتش متماسكه يبقى لسه ناقصها شربات. وهنا كده فردت الستريتش بالشكل ده. هحط الكنافه، وبعد ما حطيتها على الاسترتش هحط فيه السلجه بالشكل ده، واحاول افردها كده على قد ما اقدر. ممكن بنشابه اي حاجه تفرديها وتساويها كده، يعني نجيب سكينه بالشكل ده واسويها كده بالشكل ده. بعد ما سويتها بالشكل ده جبت المكسرات اللي كنت حاطاها في الفريزر. واهم حاجه ان انت تبقى ماسحه الاسترتش مسحه زيت، وتقومي حاطاها عليها بالشكل ده عشان تسهل معاكي. بس انا كده انا شدها كده شويه كده زي ما احنا شايفين كده، ونضغط واشد الاسترتش والفها رول واضغط تاني. اهم حاجه بالشكل ده. والكنافه الزياده معايا بعد الرول هشيلها بالشكل ده، مش هنرميها، احنا هنستعملها في الحشو دلوقتي مع بقيت استرتش. وهنا كده زي ما احنا شايفين خلاص خلصت الرولات، بس انا لقيت الرول الكبير معايا قوي قسمته على النصين زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين، ولفيته بالستريتش كده. لان انا كنت عملته طويل قوي فجيت ان انا اتحكم فيه معرفتش، فقسمته بالنص زي ما هو كده، وقسمته بالنص عملته بالشكل ده. وندخله الفريزر من ساعه لساعتين ونرجع نقطعه مع بعض لحد ما اكمل بقيه الحلويات معايا ان شاء الله بالشكل ده.
اهم حاجه بتسويه وتضغطي كده. وانا هنا دلوقتي معايا لف جلاش نص كيلو، هقسمها كده بس هظبطها كده الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اقطع اللفه وهي سليمه زي ما هي، مش هاجي يمها خالص، مش هعمل فيها اي حاجه غير ان انا هقطعها بالشكل ده. قطعتها على 4 بالشكل ده، نركنهم كده. هما هنيجي على اللفه كده نقطعهم بالشكل ده، ونقطعهم قد بعض بالشكل ده كده. هنقطعها قد 4 صوابع كده. وهنيجي على التقطيعه ناخدها زي ما هي كده بالشكل ده. معانا صينيه مسحنا مسحه من السمنه، هنرص فيها الجلاش بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. هنيجي على التانية بنفس الشكل ده كده. خلصت الجلاش بالشكل ده، معايا حوالي نص كوبايه من السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى على وش الجلاش كده بالشكل ده كده. اول نوع من الجلاش كله بقى جاهز معانا. كمان لف الجلاش فردنا ورقه كده ونمسحها مسحه خفيفه من السمنه ورشه من السكر البودره، وهنتني الورقه نصين بالشكل ده. وهنيجي على الورقه نقطعها على 3. نحدد كده الاول قبل ما نقطعها، اهم حاجه نحدد كده عشان تطلع معانا مظبوط. زي ما احنا شايفين بعد ما حددنا هنكشكشها بالشكل ده كده. بعد ما كشكشناها نيجي بخلة اسنان بالشكل ده، ونيجي في النص كده. ممكن تكبري الورد تخلي الورقة على 2 بس كده زي ما احنا شايفين يعني كده. ده حجم صغير. هنا الورقة دي كلها تبقى حجم صغير. هنعمل واحدة كمان مع بعض هنقسمها على 2. مسحة من السمنة وهنديها رشة من السكر البودرة، وهنتنيها على 2 بالشكل ده، وهنقسمها بالنص كده زي ما احنا شايفين. وهنكشكشها بالشكل ده كده. ومن جهة تانية كده بالشكل ده، وخلة الأسنان ومن هنا كده زي ما احنا شايفين. ده الشكل الأكبر. طب نفس الشكل نرجع نعملها نشوفها مع بعض إن شاء الله. وكده بعد ما خلصنا الشكل التاني نمسحه مسحة من السمنة. تالت نوع من الجلاش معانا لف الجلاش. هناخد ورقة كده، ومعايا هنا فوطة مطبخ. اما اخد ورقة من الجلاش هلفها تاني الباقي عشان ما ينشفش. امسح مسحة من السمنة كده، مسحة خفيفة ما تكتريش. هاتلي ورقة الجلاش بالشكل ده. هنمسح مسحة خفيفة من السمنة ورشة من اي مكسرات. انا اللي معايا هنا سوداني مجرشاه كده. هاجي اقفل النص كده، واجي اقفل النص التاني بالشكل ده كده. وهاجي من هنا الفها بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. طلعت معانا بالشكل ده. اقطعها بالنص كده. معانا اسهل واسرع جلاش محشي بالشكل ده. ومعايا هنا صينيه ومسحه مسحه من السمنه، مطبقها مسحه تانية من السمنه، رشه من السودان. وكميه السودان اللي انت حابه تكتري او تعولي اللي على حسب الموجود عندك، او كميه السودان الموجوده عندك. هنرولها كده بالشكل ده وبالسكينه من النص. بعد ما خلصنا النوع ده معانا هنا عملنا حشوه تانية. حوالي 3 معالق من السوداني المجروش اللي احنا كنا حاشين بيه الجلاش ده، وحطينا عليه حوالي 3 معالق من جوز الهند، وحطينا عليه معلقتين من الشربات او عسل ابيض لو موجود عشان بس تمسك معانا. ومعانا هنا الورقه كده. هنيجي من بالعرض ونقطعها كده، بس اهم حاجه تقطعها بالنص. نمسحها مسحه من السمنه. فين معانا الورقه هنديرها بالعرض بالشكل ده كده. هاجي هنا اسيب كده جزء كده وهكشكش الورقه بالشكل ده كده. هعملها نفس الشكل اللي احنا عاملينه الاولاني كده، بس ده انا بسيب هنا جزء كده كده زي ما احنا شايفين. وهنيجي بعد ما عملناها نقتناها بالنص كده. كده عرفنا احنا سايبين الجزء ده ليه.
بالشكل ده، ونظبط الورق كده من هنا. اهم حاجه ان احنا نظبطه بالشكل ده كده، المكسرات كرة بالشكل ده، ونحطها هنا كده. هنا نقفل الورقه بالشكل ده كده الجناب، ونيجي نلفها كده. هنلفها كده بس نلف احنا بنبرم كده عشان الحشوه ما تطلعش معانا كده زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنفضل نبرمها كده لحد الاخر تطلع معانا بالشكل الجميل ده. الصينيه بالشكل ده هنا كده، نمسحها مسحه من السمنه ونكشكشها بالشكل ده كده. نيجي نثنيها من النص كده، الحشوه نحطها هنا بالشكل ده، نقفل عليها كده، نبرمها كده عشان تطلع معانا في الاخر بالشكل الجميل ده. معانا ورقه جلاش كامله، او ممكن تحط ورقتين على بعض اللي انت حباه. مسحه من السمنه كده وانا تنيت نص الورقه بالشكل ده. ومعانا الحشوه، نفس الحشوه اللي حاشيه بيها الجلاش اللي قبل ده، اللي هو السوداني على جوز الهند على الشربات، بس زودت له كنافه زي ما احنا شايفين. هنسويه في قلب الورقه كده وهنلف كده. وزي ما قلنا ممكن تعملي ورقتين على بعض، الورقتين على بعض هتطلع معاكي سميكه اكتر، فاللي انت حباه. هنقطعها كده، قطعناها بالشكل ده. هنا دلوقتي معانا الشكل التاني ده، انا عملت منه واحده اللي هو الشكل البونبوني، بس كانت الكاميرا فاصله. ارجع اعيده معاكم. همسح ورقه مسحه من السمنه كده، اعملها كده، اكشكشها كده، بس ابقى سايبه هنا حرف كده بالشكل ده. شايفين سايبه حرف الجهادي وحرف الجهادي. ومعايا هنا كنافه بس حاطه عليها شربات او عسل ابيض. هاجي هنا على الكشكشه كده واحط كده بالشكل ده. هاجي هنا اسيب مسافه عشان الشكل ده كده. بعد ما حطيتهم هاجي اخد الجزء اللي احنا سايبينه هنا كده، والجزء في الجهه التانية اغطي بيه كده. مش هعمل اي حاجه غير كده، واجي اظبط كده عشان اقطع من هنا. هاجي من هنا اقطع بالشكل ده كده، ومن هنا اقطع بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. وهاجي اخدها بالشكل ده، اضغط من هنا ومن هنا كده زي ما احنا شايفين كده. هتطلع معانا شكل البونبوني ده كده، وهقلبها تطلع معانا شكل البونبوني كده، الكشكشه اللي هنا دي. سمنه كده كلها زي ما احنا شايفين. انا ما بسويش دلوقتي، انا بجهز وهسوي بعد ما اخلص. الورقه هنقطعها بالنص كده زي ما احنا شايفين. بعد كده نمسحها مسحه من السمنه. السيخ ده ممكن اللي هو عصايه الشيش، بس الصراحه انا ما لقيتش عندي عصايه الشيش، فعشان كده انا عندي السيخ اللي ببقى اشكل عليه الكفته ده ما احنا شايفين بالشكل ده كده. وهنا هسيب اخر جزء كده، مش هاجي احنا شايفين، واعملها كرمشها بالشكل ده كده، اكشكشها بالشكل ده كده احنا شفنا كده. واجي اسحبها بكل سهوله كده احنا شايفين، واقوم جايه تانيها لجوه كده، اخلي الحرف لجوه كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ياخدها احطها بنفس الشكل ده كده. معايا هنا زيتوني وجوز الهند، وحطيت عليهم معلقه من الشربات عشان تمسكهم شويه، عشان ما تطلعش من الشكل كده. وينفع واحنا شايفين هنيجي نكشكشها بالشكل ده كده، ونسحبها لبره بالشكل ده كده ما احنا شايفين، وهنجيب حروفها لبعض كده وهنحطها في الصينيه بالشكل ده. وهنا دي كده خلصت وبقت جاهزه معانا بالشكل ده. انا عملت منها صينيه. نعمل كمان شكل من الجلاش، هنقطعها على 3، وممكن تقطعها على 2 بس والاساور تبقى معاكي اكبر، بس انا اقطعها على 3 بالشكل ده. هديها رشه من السوداني المجروش طبعا هنا كده، وبالشكل ده كده زي ما قلنا. ممكن عصايه شيش او اي حاجه موجوده عندك تشتغل عليه كده زي ما احنا شايفين. وهنكرمشها بالشكل ده كده، نفس شكل الاسوره اللي احنا عاملينها دلوقتي، بس ده كده متكرمشه ومفروض. وزي ما قلنا ممكن تخلي الورقه على 2 بس، وممكن ما تحشيش جواها السوداني، بس السوداني بيبقى اطعم فيها. رشه بسيطه كده من السوداني، وهنتني الورقه ونمسحها مسحه من السمنه
زي ما احنا شايفين ونكرمش ونشد. قطعناها هنمسحها مسحه كويسه من السمنه، ونحط رشه من المكسرات ومسحه من السمنه. زي ما قلنا ممكن تستغنى عن المكسرات خالص. وما تطلع تبقى قومي حاطه لها رشه من المكسرات على الوش كده زي ما احنا شايفين. بس طبعا لما تحط في قلبها مكسرات من جوه بتبقى قطعه طبعا. هنا كده بعد ما خلصنا الجلاش ده بالشكل ده، نمسح وشه بس مسحه من السمنه كده. خلاص احنا خلصنا كل الجلاش. انا ولعت الفرن يسخن ربع ساعه. اول ما بدات اشتغل في الجلاش ده، الصينيه دي كنت انا مولعه الفرن، مولعاه من تحت وعلى اعلى درجه حراره. هحطه في الرف الوسطاني، ولو حسيت بياخد معاكي حوالي ربع ساعه. الجلاش ما بيجيبش في الفرن. ولو حسيت ان هو احمر من تحت ومن فوق ما خدش لون، هتقومي مشغله من فوق. بس تخلي بالك عشان ما يتحرقش منك، لانه ممكن بيتحرق في اقل من دقيقه. اول صينيه طلعت معانا من الفرن، وهنسقيها شربات وهي سخنه طبعا، والشربات بارد والشربات تقيل شويه. هحطه على مقصوصه بالشكل ده عشان ما ينزلش معايا زياده، والشربات والجلاش ما يشربش معايا شربات زياده. زي ما قلنا الشربات بارد والجلاش سخن. ولو انت عاوزاه يبقى طري معاكي هتخلي الشربات يبقى سخن. وهنشوف مع بعض ان شاء الله هو قد ايه مقرمش. هنسيبه 5 دقايق وبعدين نشيله نحطه في مصفى يصفي، ونخلص كل الحلويات معانا بنفس الشكل ونرجع نشوف مع بعض ان شاء الله. ودلوقتي عشان اعمل العزازيه، اول حاجه جبت كوبايه من المكرونه حطيتها في الحله وحطيت عليها كوبايتين من الميه. يعني كوبايه من المكرونه حطيت لها كوبايتين من الميه، ولعت عليها لان انا عاوزاها تستوي، لان انا مش عاوزاها تستوي، انا عاوزاها تعجن معايا. نرجع نشوف معانا المكرونه بعد ما شربت كوبايتين الميه، ما عادش الا حوالي ربع كوبايه كده، وهي دلوقتي بقت مستويه خالص. في الوقت ده انا عندي اضافه بحب اضيفها في الوقت، احط كوبايه حليب بسم الله الرحمن الرحيم، واسيبها تكمل سليق فيه، لان انا عاوزاها مش مسلوقه بس، انا عاوزاها معجنه، عشان اما احطها في الخلاط، اما اضربها في الخلاط واجي اصفيها ما الاقيش فيها كتل، تبقى مستويه جامد. وممكن تحطي 3 كوبايات ميه لو مش موجود عندك، لو انت مش حابه تحطي لبن دلوقتي. وبالنسبه للمكرونه، اي نوع مكرونه انت حابه تستعمليه بتستعمليه، حتى لو شعريه، اي حاجه انت النار عليها واسيبها تكمل سوا. وهنا كده بعد ما المكرونه استوت معانا بالشكل ده، احنا بنبقى عاوزينها بالشكل ده معجنه كده مهريه خالص كده، هنحطها في الخلاط بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المكرونه هحط 3 كوبايات من الحليب كده، حطيت 2 وهحط الثالثه. ضيف 3 معالق من الحليب البودره لو موجود، لو مش موجود استغنى عن الخطوه دي. وهحط 3 معالق من كريم شانتيه برضو لو موجود، لو مش موجود استغنى عنه. واضربهم كده في الخلاط كويس لحد ما ينعم معانا خالص. وهنا كده بعد ما ضربناها في الخلاط بسم الله الرحمن الرحيم، هنعديها على مصفى عشان برضو لو في اي حاجه. وشايفين كده ما شاء الله عشان سويناها مظبوط، وانا قسمت المقدار على مرتين عشان ينضرب معايا كويس. اصفي بقيه الكميه ونرجع نشوفها مع بعض. بعد ما خلصتها هحط كوبايه الا ربع من السكر، والسكر حسب الرغبه. معايا هنا نص كوبايه من الحليب، هضيف عليهم 3 معالق من النشا، هدوبهم كده في اللبن الاول وبعدين اضيفهم للخليط العزازيه. وهضيف كده النشا الخليط وهرفعه على النار وافضل اقلب فيه لحد ما القوام يتقل معانا. وكمان لازم تسيبيه يغلي عشان طعم النشا ميبقاش ظاهر فيه، ان انت لو طفيته على طول قبل ما تغلي معاكي طعم النشا هيبقى ظاهر فيها جدا. وهنا كده بعد ما حطيت العزازيه على النار وقعدت اقلب فيها لحد ما القوام تقل بالشكل ده، وقبل ما اطفي حطيت لها كيسين من الفانيليا بسم الله الرحمن الرحيم، وافضيها في صينيه مسحها مسحه من السمنه كده بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا سمنه بلدي. وهنا كده بعد ما حطيتها في الصينيه ما عملتش في اي حاجه غير ان انا هبرتها بدقيقتين كده بس عشان يبقى وشها متساوي، مش هاجي امول اي حاجه دلوقتي غير ما تبرد كده. بعد ما العزازيه بردت نمسح وشها مسحه من السمنه البلدي كده، اهم حاجه ان وشها كله يتمسح كده بالسمنه البلدي. وطبعا هي بردت خالص لان انت مش هتعرفي تعملي كده وهي سخنه. على وشها كده بعد ما حطيت السمنه البلدي ممكن تحط رشه من السكر البودره او رشه من السكر الابيض الناعم او معلقه من العسل الابيض كده، اي حاجه متوفره هتحطيها. انا كان موجود عندي معلقتين من العسل الابيض، احط كده على الوش وادخلها على الفرن متسخن على درجه حراره 180، وهتفضل لحد ما تحمر. تحطها في الرف الوسطاني لحد ما تاخد معاكي اللون الاحمر مع الوش وتطلعيها. وهنا كده معانا الكنافه البرمه بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نقطع اول جزء ده كده، ممكن تقطعاه بميول او تقطعاه مظبوط اللي انت شايفاه اللي انت حباه. اول واحده قطعناها شايفين ما شاء الله، ما تعمليش اي حاجه بتقوم حايشه الاسترتش كده.
كده بكل سهوله، الاسترتش اتشال ومعانا الكنافه البنه بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. بعد ما خلصنا شايفين ما شاء الله هنا معانا حلويات انا رصيتها في الصينيه بالشكل ده، ومعانا هنا اللي احنا عملناه بالشكل ده دوبت لها مكعب من الشوكولاته بالحليب وحطيتها فيها كده، وحطيت عليها سوداني مجروش او ممكن فستق او اي نوع مكسرات، او ممكن تستغنى عن الخطوه دي، انا عاملاها بس خطوه جماليه كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. دي كده خلاص خلصناها. احنا معانا العزازيه شايفين ما شاء الله لونها، احنا عاملين صينيتين مع بعض. هنا الكنافه البرمه شايفين ما شاء الله شكلها، وقطعنا نصها وسايبين نصها كده زي ما احنا شايفين. وهنا معانا بقيه الحلويات شايفين ما شاء الله. احنا كده عملنا النهارده تشكيله من الجلاش، وان شاء الله المره الجايه هنعمل مع بعض من الكنافه باذن الله. كده خلاص خلصنا مع بعض، ولو حسيتوا ان انتوا استفدتوا اعملوا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.